السلام عليكم، مرحبا بكم جمهور الافريقي الغالية، جمهور الافريقي العالية في كل مكان. اليوم شفنا النادي الافريقي تعادل تعادل سلبي دون اهداف في ملعب رادس امام اتحاد بنغردين. نتيجة قاسية للنادي الافريقي، بعد خسارة الاتحاد المونستيري 2-0 امام الترجي. خسارة قاسية، تعادل قاسي عفوا للنادي الافريقي، لانه كان بشي ياخذ الصدارة ويفوت الملعب التونسي بنقطة. الآن النادي الإفريقي في المرتبة الثانية مع الاتحاد المونستيري، والملعب التونسي في الصدارة. إن شاء الله نعرف نصلحوا برشا فرص شفناها ضايعة، كما شفنا برشا تألق للحارس نور الدين الفرحاتي اللي باش نحكيو عليه في الفيديو. رجعنا لكم من جديد. كما شفنا اليوم تألق الحارس نور الدين فرحاتي، هو حسب مارينا نور الدين فرحاتي صدقني حتى كاسياس ما عملهاش ولا فاندرسار فياماتو، ما تألقش كما التألق اللي شفناه اليوم امام النادي الافريقي. هو كان جاي مع النادي الافريقي ما نتصورش كان باش يشد باراد بالطريقه هذه كما شفناها متاع حمدي العبيدي في الدقيقه 93. برشا كور نحاها كأنه حارس عملاق، اما ما نتصورش انه نور الدين الفرحاتي كان جاي مع النادي الافريقي باش ينجم يتألق نفس هذا التألق. انا حسب رايي الشخصي ما نلومش على نور الدين فرحاتي، نلوم على اهدار الفرص من اللاعبين اللي ريناها فرص بالجمله، بالاخص الفرصه الاخيره متاع الصرار في ذيك تيتا تيت هو الجارديان، جابها في السماء. برشا فرص ضايعة من تحب تربح البطولة لازمك تربح اي بارتي، تحب تربح البطولة لازمك تستغل اي فرصة. ما نلومش على الجوارات اللي تخرج من النادي الافريقي تحسها ناقمة مع النادي الافريقي، تولي تلعب عبارة جوارات عمالقة زايد، ولا والله العظيم لكل حادث حديث والله. ليه وشنية بعد يجيك في انترفيو يقولك انا نحب النادي الافريقي، وفمش شكون ما يحبش النادي. تحب النادي الافريقي سامحني تلعب مستوى اقوى من مستواك، العب تألق، ما تألق في كل البارتيات، اما مش في ماتش النادي الافريقي بالذات تولي جن، ماكش لاعب عادي. على كل كانت مباراة جيدة للنادي الافريقي، وكان تكتل دفاعي جيد من اتحاد بنغردين. حسب رأيي اتحاد بنغردين ربح نقطة المباراة من رادس بالذات، وحظ اوفر للنادي الافريقي في قدم مسابقات. وان شاء الله النادي الافريقي يتطور اكثر، وان شاء الله اهدار الفرص هذه ما عادش تتعاود، ونصلحوا اكثر فاكثر، على خاطر النادي الافريقي كان باش يواصل هكا بالرسمي باش يخسر لقب البطولة، باش يخسر حتى المرتبة الثانية والثالثة. كما شفنا النادي الافريقي بدات تشكيلة بغيث الليفرني في حراسة المرمى، ايت مالك، علي يوسف، ياسين بوعبيد، خضراوي، حمدي العبيدي، سيماكولا، غيث الصغير، مكرم الصغير في الدفاع، وأسامة السهيلي والزمزمي. شفنا اليوم تألق أسامة السهيلي بالرسمي، إنسان تطور برشا، وياسين بوعبيد ما شاء الله الأروقة اللي عندنا اليمين واليسار ما شاء الله ما شاء الله، تألقوا تألق جيد. شفنا ايت مالك ربي يبقي عليه الستر، ما شاء الله عندنا افكتيف نار نار على الاخر، ونجم نتطوروا اكثر فاكثر. لكن اشدد واندد على تضييع الفرص، تضييع الكرات السهله. النادي الافريقي لازم يصلح روحه في التضييع الكرات السهله، ولما لا نشوف النادي الافريقي يشوت من بعيد كور، لازم النادي الافريقي يشوت، ما نشوفوش كور في السماء، فهمت؟ نشوفه في جوارات تصطاد في الحمام. برشا حاجات غلطة لازم تتصلح. حسب ما رينا تكتيكيا النادي الافريقي ناجح، وان شاء الله نكملوا ونواصلوا هكا. في المقابل شفنا انتصار الترجي الرياضي 2-0 على الاتحاد الرياضي بالمنستير. عرف كيفاش يقدم المباراة، فما مباريات لازم تفوز بالنقاط مباراة، مش لازم تكون تلعب ولا على الميدان احسن من المنافس، لازم تعرف كيفاش تتصرف وكيفاش تفوز بنقاط المباراة. الترجي شفناه الشوط الاول ماهوش موجود جملة، شفنا كذلك استحواذ الاتحاد المنستيري على الكرة، لكن بفرصة من يوسف البلايلي سدد وسجل هدف، هذيك اللي غيرت المباراة كليا. لكن نقطة هامة أشدد وأندد عليها، اللي الترجي الموسم هذا بالرسمي الفريق ما عرفناش، ماهوش الترجي اللي معروف كالعادة
هجوميا تكتيكيا دفاعيا. الترجي اليوم ماهوش معروف ماهوش مفهوم يعني. الترجي كانت قبل تربح اي نادي يعني بالسهل الممتنع. الترجي الرياضي التونسي الموسم هذا يعاني ويعاني. في الختام تبقى كان باش نقول لكم ان شاء الله النادي الافريقي من حسن الى احسن، وان شاء الله في تطور، وان شاء الله الفوز والظفر بلقب البطولة والكأس، وان شاء الله ديما مواصلين القدام وديما حمرا وبيضاء.